الكيكة بتاعتنا بتاعت النهاردة من أجمل الكيكات اللي أنا عملتها. جميلة، طعمها حلو جدا، شكلها حلو قوي. بتدوب كده بطريقة غير طبيعية، ما تحسيش ان انتي بتاكلي حاجة طرية قوي، حلوة جدا. آه، سهلة، يعني اي بنوتة هتدخل المطبخ لأول مرة هتنجح معاها قوي. والوصفة مقاديرها مظبوطة 100%، وفي نفس الوقت المقادير سهلة، وهنبدأ على طول المقادير وهتشوفوها هي سهلة ازاي. معانا هنا طبعا لو في طبق او في الخلاط على طول، يعني اشتغلي في الخلاط على طول. هنجيب علبة زبادي، وعلبة الزبادي دي هنعاير بها المقادير كلها. هنجيب برضو علبة الزبادي نحط فيها سكر، نملاها سكر، وبرضو في نفس العلبة علبة زيت. وبعد كده هنحط بيضتين وعليهم طبعا الفانيليا. يعني احنا كده عرفنا ان المقادير كلها بنعايرها بعلبة الزبادي. بعد كده هنضربهم في الخلاط زي ما انتوا شفتوا كده. هنجيب بقى علبة ونص برضو من علبة الزبادي، نملاها دقيق ونحطها معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهنضربهم كده مع بعض. هتتلاقيها سهلة وسلسة كده معاكي. طبعا واحنا بنشتغل فيها بنكون احنا اصلا مسخنين الفرن، ولما ندخلها هنهدي النار كده ونسيبها براحتها. بتتلاقوا الكيكة دي لونها فاتح كده وقوامها ناعم وحلوة جدا. احنا كده هنخبطها طبعا خبطتين، نطلع الهواء، هندخلها الفرن اللي احنا مسخنينه، هنطلعها هتبقى معانا بالشكل ده. هنجيب بقى حليب مكثف كده، احنا عملناه مع بعض قبل كده، ونسقيها بيه. وبعد كده هنجيب شوية من دقيق السميد ونحمصهم كده على النار لحد ما ياخدوا لون كده شبه لون الرمل الاصفر زي ما انتوا شفتوه كده. بعد كده هنرش فوق الكيكة من فوق، هنسيبها تهدى شوية ونقطعها، هتبقى معانا بالشكل ده. مش قادرة اقول لكم على طعمها، بجد بجد طعمها تحفة. وانتوا عارفين ان انا بحب اقول نتيجة الحاجة في اخر الفيديو. عجبتني بقول ما عجبتنيش بقول لا انها ما عجبتنيش. وهي في الاخر اذواق، الاكل اذواق طبعا. بس هي الكيكة تحفة، وزي ما انتوا شايفين شكلها. اتمنى ان اللي يشوف الفيديو يعمل اشتراك للقناة ولايك وشير وكل الحاجات الحلوة منكم، واشوفكم دايما بألف خير.